بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى ما بعد قيام يوم الدين. أما بعد، لقد اطلعت على فيديو البغدادي وهو يتكلم ويكذب على الشيعة الإمامية ويأتي بحديث ويطبقه على الإمام الحسين عليه السلام، يقول هلك المستعجلون. فهذا الإمام الحسين كان مستعجل فهو هلك، وهذا الحديث يطعن بالإمام الحسين كما يقول هو فأنا قلت سابقا أخواني الأعزاء، قلت لكم أن البغدادي لا يعرف الاستدلال ولا يعرف كيف يستدل، فهو جاهل في الاستدلال، لا يعرف كيف يستدل. عندما يقول له شخص ما هو الدليل على أن هذا الطعام لذيذ، هو يقول لك لأن شجرة طويلة أو لأن الأرض خصبة. ماكو أي دليل، ماكو أي ربط. هو عندما واحد يسأله يقول له ما الدليل على أن الطعام لذيذ، يقول شجرة طويلة. هو هذا دليل؟ هكذا يستدل؟ لذلك هذا من جهله. علي على نفسه. طيب انتم عندكم روايه تقول هلك المستعجلون لو لا؟ ما سامحه والله. في كتاب الامامه والتبصره ذكر ابن بابويه القمي بصفحه 95، قال محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن صفوان بن يحيى عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال كنت عنده اذ دخل عليه مهزم فقال لو جعلت فداك اخبرني عن هذا الامر الذي ننتظره، متى هو؟ قال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون. يلا الآن هالك المستعجل ولا لا؟ من قال الإمام الحسين مستعجل؟ طيب ليش خرج بال60 وهو يعرف بال70 التوحيد؟ يعني أنت تعرف الناس دعته وأنت هاي روايات يعني حافظها. طيب الناس من دعته، بس فهمني، الناس من دعته استعجل الامر ولا لا على حسب دعوتهم؟ دعته يزيد ظالم. كما سمعتم يأتي بحديث يقول هلك المستعجلون ويطبق على الإمام الحسين. هذا كتاب الإمامة والتبصرة لابن بابويه القمي اللي هو نقل من عنده. الحديث 87 يقول محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن صفوان بن يحيى، نفس السند اللي ذكره هو، يقول قال كنت عنده إذ دخل عليه مهزم فقال له جعلت فداك أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظره، متى هو؟ فقال يا مهزم كذب الوقاتون هلك المستعجلون ونجى المسلمون وإلينا يصيرون. هذا هو الحديث الذي جاء به. هو علم طبق على الإمام الحسين. جيد، نأتي إلى هذا الحديث على ماذا يتكلم؟ نأتي إلى من شرح هذا الحديث على ماذا يتكلم؟ ننتقل إلى المصدر الآخر. هذا كتاب تبيين الكافي في مرآة العقول والوافي في المجلد الخامس صفحة 130. الحديث اللي هو ذكره قال محمد بن يحيى إذ دخل عليه مهزم فقال له جعلت فداك أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظر متى هو؟ فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون. قال حديث ضعيف، ولكن أنا أصحح الحديث وأقول هذا حديث صحيح لتعدد طرقه. جيد، فأنا أصحح هذا الحديث. طبعا في الإمامة والتبصرة المحقق يشير إلى أن هذا الحديث اللي ذكره ابن بابويه هو مذكور وين؟ في الكتاب الكافي، لكن أنا استعانيت في مرآة العقول لشرح هذا الحديث. الحديث ضعيف، لكن أنا أقول أنه الحديث صحيح. جيد، وحديث متواتر، ماكو مشكلة عندي. هم المستعجلون عند علماء الشيعة رحمهم الله. يقول وهلك المستعجلون أي الذين يريدون تعجل ظهور الحق، يعني الإمام المهدي، ويعترضون على الله وعلينا في تأخيره ولا يرضون بقضاء الله في ذلك. وأما ترقب فرج والدعاء له فهما مطلوبان، ولذلك قال ونجا المسلمون.
إذن هذا الحديث يتكلم على الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف، الذين لا يستعجلون في ظهوره، يعني الذين لا يرضون بقضاء الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى مصدر آخر يوضح من هؤلاء الذين لا يرضون بقضاء الله، من هؤلاء. ننتقل إلى المصدر الآخر. اخواني الاعزاء، هذا شرح اصول الكافي لسيد جعفر الحسيني الشيرازي، كتاب الحجة، القسم الثالث، الجزء الخامس. يقول في صفحة 313 الحديث نفسه اللي ذكرناه، قال جعلت في ذاك أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظر متى هو، فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون. قال وهلك المستعجلون أي الذين لا يصبرون فيعترضون على قضاء الله ولا يرضون به، مع أن تكليف الناس هو انتظار الفرج والدعاء لتعجيله، وهناك فرق واضح بين الاستعجال وبين الانتظار. وكان هنالك ناس يأتون للأئمة عليهم السلام ويطالبونهم بالخروج، وكان الأئمة عليهم السلام يرفضون طلبهم، فكان هؤلاء ينصرفون إلى رايات أخرى يقاتلون تحت لوائها، فكانوا يهلكون أنفسهم دنيا وآخرة. إذن الحديث مفاده هو على الذين يستعجلون في ظهور القائم، كما قال أنهم لا يرضون بقضاء الله سبحانه وتعالى، ليس كما ذكره هذا الذي يدعي العلمية ولا يعرف كيف يستدل. لذلك أخواني الأعزاء، نحن الشيعة الإمامية حقيقة نعاني من الوهابية، لأنهم لا يعرفون القواعد العقلية وشروط الاستدلال. فلا بأس بالبغدادي أن أعلمه كيف يستدل وما هي القواعد العقلية، لا بأس بذلك، يعني تعلم يا البغدادي، تعلم. ننتقل إلى المصدر الآخر. إخواني الأعزاء، هذا كتاب الفوائد الطوسية للحر العاملي رحمه الله تعالى، في صفحة 69 يذكر الحديث نفسه اللي هو في باب ما يعاين المؤمن والكافر من الكافي، إلى أن يقول أقول الحديث فيه ذكر لخروج صاحب الأمر عليه السلام، وفي ذلك المقام أورد هذا الكلام وفي بعض الكتب الحديث، إلى أن يقول فعلى الأول معناه هلك المستعجلون في غيبة المهدي عليه السلام التاركون للتسليم والصبر وانتظار الفرج، ونجا المقربون المسلمون لأمر الله الصابرون لحكم الله. وعلى هذا فالهلاك بمعنى حرمان الثواب واستحقاق العقاب بترك الصبر والتسليم الواجبين. وعلى ثاني فالمعنى هلك أكثر الأحياء والقبائل لكثرة الشك والشكاك منهم في أمر القائم. وعلى الثالث المعنى هلك أكثر الحاضرون في ذلك الوقت. وعلى الرابع هلك الذين يكاثرون الإمام ويغالبونه ويحاربونه. وعلى الخامس فالمعنى الأول. وعلى السادس قريب من الثاني. وعلى المعنى الأخير قريب من السابعة. فتدبر والله أعلم. هذا هو الكلام في هلك المستعجلون. بعد أن رددنا هذه الشبهة، وحقيقة ليست بشبهة، يعني لا قيمة لها، ونحن اعتدنا على هذه الشبهة اللي لا قيمة لها تصدر من أناس لا قيمة لهم. فبالتالي البغدادي تعلم قبل أن تتكلم في الحوارات وطرق الاستدلال. أنا أعلمك، أدعوك إلى التعليم طبعا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.